ما تحاولوش تقنعوني ان الموقف ده كان اول موقف يحصل وان هي اتصدمت ان هو عمل كده يوم فرحها. اكيد كان في ريد فلاجز بتحصل خلال كل فتره الارتباط، بس اللي بيحصل ان احنا بنتجنب الريد فلاجز دي. ليه؟ عشان عايزين الجوازه تخلص، عايزين نرتبط من واحنا اطفال، بنتبرمج على ان احنا لازم نتجوز فهنموت ونتجوز. شايفين طول النهار اصحاب لينا على السوشيال ميديا قاعدين ينزلوا الصور، كمان نفسنا ان احنا كمان نعيش اللحظه دي، وعندنا ضغط كبير جدا من الاهل اللي عايزين يفرحوا بينا باي ثمن. فاللي بيحصل ان احنا بنعمل نفسنا مش شايفين الريد فلاجز اللي هي اصلا بتيجي عشان تنبهنا المفروض نكمل ولا ما نكملش. مش بس كده، احنا ممكن نكون رجعنا للاهل اشتكينا لهم كده وعادي، ماما قالت لي بكره ربنا يهديك، كل الرجاله كده، لغايه لما في يوم من الايام يحصل ده. لما انتوا تبقوا في علاقه، العلاقه دي بداتوا تحسوا ان في ريد فلاجز وانتوا مش عارفين هو ده عادي ولا لا، سبيشالي لو اوريدي الاشخاص اللي حواليا ممكن يكون عندهم نفس السلوكيات، اللي بيحصل ان انتوا هنا لازم تلجأوا لاهل العلم. بترجع لكوتش ولا هو هياخد صف اي حد، وطريقه علميه جدا هيبدا يشرح لكم ايه هو الصح في العلاقات وايه هو الخطر في العلاقات وتاثير ده عليكم ايه، وبعدها انتوا تقدروا يبقى ليكم القرار مستعدين تكملوا ولا لا.